الإعلام العربي يقف افتخارا بالمنتخب المغربي بعد تأهله إلى نصف أو الدور 16 من كأس العالم لأقل من 21 سنة تشيلي. وبهذا الصدد يرى مراقبون بأن فوز المغرب يعد خسارة في الجزائر. قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيل جديدة، عطروا فمكم بذكر الله وصلوا وسلموا على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. تناقلت عدة مواقع إخبارية عربية وأجنبية وخصوصا القنوات العربية خبر مفاده بأن منتخب المغرب رسميا يتأهل ويعد من أصعب المنتخبات، بالرغم من تأهله في مجموعة قيل عنها إن مجموعة الموت تضم المكسيك، تضم أيضا البرازيل وأيضا إسبانيا. استطاع المنتخب المغربي أن يفوز على إسبانيا وفاز أيضا على البرازيل، لكن في المباراة الثالثة هو يعلم جيدا بأنه فائز. فالمدرب المنتخب المغربي قام بتبديل رسميا ولعب بلاعبين ليسوا بلاعبين لا نقول كفء، بل ليسوا في التشكيلة الرسمية كلاعبين احتياطيين. واستطاع هذا الأخير أن ينهزم بهدف مقابل 0 في مباراة قيل على أنها رائعة. لكن إعلام الجزائري يقف افتخارا، إعلام العربي يقف افتخارا بفوز المغرب وتأهل الدور 16.